اهلا بيك في اول حلقه من كورس الايديومز والمصطلحات من الافلام. دروس الكورس ده مرتبه بعنايه شديده بحيث ان الحلقات تخدم على بعض. هات قلمك وكشكولك ومشروبك الجميل واستناني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اسمي كرولوس ودي قناه ديميستيفاي انجلش على اليوتيوب. لو انت لسه ما انضمتش لعيلتنا المتواضعه يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس وسيب لي كومنت تحت وقول لي بتشوفنا منين. قبل ما نبدا ارجح لك انك تشوف الحلقه الاولى او حلقه المقدمه من الكورس ده، هتظهر لك حالا في جنب الشاشه عشان شرحت فيها كل التفاصيل. بس سريعا كده خليني اقول لك، في الكورس ده هعلمك مصطلحات عاميه وكلام افلام، وبما انه كلام افلام كل الشرح هيكون من الافلام والمسلسلات، غير طبعا الشرح الخاص بالقواعد والنطق وهكذا. يعني بفضل الله حاجه متكامله. وفي نهايه كل درس في اسئله هتحلها عشان اتاكد انك فهمت الدرس كانه واجب كده، وهنصححه مع بعض في الحلقه او الدرس اللي بعده. انا هختفي لك من الشاشه عشان تركز، بس خد بالك ما تنساش توقف الفيديو وتردد لما تشوف علامه الميكروفون دي على الشاشه. ويلا بينا نبدا باول مصطلح معانا النهارده. I thought you were gonna break the news to me again. I thought you were gonna break the news to me again. I thought you were gonna break the news to me again. الإيديوم لوحده أو المصطلح هو break the news. break the news. كلمة break لوحديها لو فعل معناها إنك تكسر حاجة، بس مش ده المقصود. المقصود هو إنك تقول لحد خبر مش كويس هيضايقه أو يؤثر عليه، من الآخر كده خبر هيزعله. هي هنا بتقوله I thought you were going to break the news to me again. I thought you were going to break the news to me again. I thought you were going to break the news to me again. اعتقدت أنك ستنقل الأخبار إلي مرة أخرى، أو افتكرتك هتقولي الأخبار بين قوسين السيئة مرة أخرى، لأنه شكله عملها قبل كده. I thought you were gonna break the news to me again. I thought you were gonna break the news to me again. How do I break the news to her? How do I break the news to her? How do I break the news to her? خد بالك من النطق، هو بيقول How do I break the news to her? 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 يعني ازاي اقول لها على الاخبار. لما بتسأل بالشكل ده How do I كذا كذا، كأنك يعني بتسأل نفسك، بيكون قصدك ازاي اعمل كذا كذا. مثلا انت اديتني حاجة صعبة ان اعملها، انا ممكن اقول لك How do I do it? How do I do it? ازاي اعمل ده. How do I do that? How do I do that? How do I do that? I'm gonna go to bed. I'm gonna go to bed. I'm gonna go to bed. هي بتقول I am gonna go to bed. I am gonna go to bed بمعنى أنا ذاهبة إلى السرير. لاحظ طريقة النطق، أنا عارف إنك اتعلمتها في المدرسة I am going to go to bed، بس والله مفيش حد بيتكلم كده. going to الكلمتين دول بنضمهم على بعض وبنقول gonna، والكلمتين دول I am بنضمهم على بعض ونقول am، وتكون الجملة على بعضيها I'm gonna go to bed. I'm gonna go to bed. وعلى فكرة التعبير ده لما بتقوله بيكون مش مقصود بيه انك هتروح السرير وخلاص، لا، معناها انك فعلا هتنام. يعني كان ممكن تقول I'm going to sleep. I'm going to sleep. I'm going to sleep. وطبعا المعنى واضح جدا، انا ذاهب الى النوم او انا رايح انام. Okay, I'm going to sleep. Okay, I'm going to sleep. Okay, I'm going to sleep. I just got tired, so I'm gonna go to bed. I just got tired, so I'm gonna go to bed. I just got tired, so I'm gonna go to bed. 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 And you want me to pay top dollar for it? And you want me to pay top dollar for it? And you want me to pay top dollar for it? بص بقى، هو هنا بيقول له and you want me to pay top dollar for it.
and you want me to pay top dollar for it. المصطلح هو top dollar. ما تفكرش انك تترجم بشكل حرفي لان مش هيدي اي معنى. المصطلح ده معناه تمن غالي او فلوس كتير، فهو بيقول له وتريد مني ان ادفع ثمنا غاليا مقابل ذلك، اللي هو انت عايزني ادفع فلوس كتير في ده. طبعا هم بيتكلموا عن حاجة معينة. And you want me to pay top dollar for it? And you want me to pay top dollar for it? And you want me to pay top dollar for it? I'll pay you top dollar. I'll give you points. I'll pay you top dollar. I'll give you points. I'll pay you top dollar. I'll give you points. And I use that as leverage to get him to pay top dollar. And I use that as leverage to get him to pay top dollar. And I use that as leverage to get him to pay top dollar. كلمة leverage ليها أكتر من معنى. المعنى اللي معانا هنا هو وسيلة أو حيلة، أسلوب ضغط يعني. والمعنى التاني هو نفوذ أو قوة أو سلطة. والمعنى التالت هو الشكل اللي هيظهر قدامك ده على الشاشة، ده اسمه leverage. فهو هنا بيقول له استخدمت ذلك كوسيلة ضغط لجعله يدفع مبلغ هائل أو مبلغ كبير. Give me the creeps. You give me the creeps. You give me the creeps. طب هو هنا بيقول له you give me the creeps. You give me the creeps. تعال الأول نفهم مع بعض معنى المصطلح ده. إنك تقول حاجة ب give me the creeps يعني إنك تشعر بمشاعر عصبية أو خوف أو عدم راحة كرد فعل للشخص أو للموقف. فهو هنا بيقول أنت مضايقني أو معصبني. You give me the creeps. You give me the creeps. You give me the creeps. These dead guys give me the creeps. These dead guys give me the creeps. These dead guys give me the creeps. هو هنا بيقول هؤلاء الرجال القتلى يخوفونني أو يسببون عدم راحة. لا يا شيخ، ما هم ميتين، هيسببوا لك ايه يعني؟ كحة؟ كلمة جايز المفروض اننا بنستخدمها للإشارة للرجالة بشكل عام، لكن مؤخرا بقت بتستخدم للكل، ستات ورجالة. Hey guys, I got pizza. Hey guys, I got pizza. Hey guys, I got pizza. Something has to change, and I am going to change it because, let's face it, you never will. Something has to change, and I am going to change it because, let's face it, you never will. Something has to change, and I am going to change it because, let's face it, you never will. هي بتقول له something has to change and I'm gonna change it because, let's face it, you never will. Something has to change and I'm gonna change it because, let's face it, you never will. Something has to change and I am gonna change it because, let's face it, you never will. الإديم أو الفريز هو let's face it. عارف لما تكون بتحكي لحد حاجة بعدين تقول له من الآخر كده؟ هي كلمة من الآخر كده دي هي معنى المصطلح ده. وكمان تعال أقولك على اختصار هنا ممكن يلخبطك. الكلمة دي gonna، الكلمة دي اختصار ل going to، يعني الست كان ممكن تقول something has to change and I am going to change it because, let's face it, you never will. بس طبعا الناس بتختصر في الكلام، محدش بيتكلم كأنه بيتملى من كتاب، وعشان كده أنا عايزك أنت كمان تتكلم زيهم. فهي هنا متعصبة وبتقوله يجب أن يتغير شيء ما وسأقوم بتغييره لأنه دعنا نواجه الأمر، أنت لن تغيره أبدا. خليني أقولك الكلمتين دول بالعامية المصرية. هي بتقوله في حاجة لازم تتغير وأنا هغيرها، لأنه من الآخر كده أنت عمرك ما هتغيرها. Something has to change, and I am going to change it because, let's face it, you never will. Something has to change, and I am going to change it because, let's face it, you never will. Something has to change, and I am going to change it because, let's face it, you never will. Well, let's face it, you have been lucky so far. Well, let's face it, you have been lucky so far. Well, let's face it, you have been lucky so far. طب هنا بيقول له well, let's face it, you have been lucky so far.
Well, let's face it, you have been lucky so far. حسنا، دعنا نواجه الأمر، لقد كنت محظوظا حتى الآن. أو بالمصري ماشي، من الآخر كده أنت كنت محظوظ لحد دلوقتي. كلمة so far يعني لحد الآن أو لحد دلوقتي. Far everything's a dead end. Far everything's a dead end. Far everything's a dead end. So far everything is a dead end. So far everything is a dead end. حتى الآن كل شيء في طريق مسدود. المصطلح هو dead end يعني طريق مسدود. كلمة dead لوحديها ودي صفة يعني ميت، وكلمة end يعني نهاية. احنا قلنا ما تترجمش حرفيا لأن ده مصطلح ما يهمناش معنى كل كلمة لوحديه على قد ما يهمنا معنى المصطلح نفسه، واللي معناه نهاية مسدودة. ممكن تستخدمه حرفيا زي الشارع ده كده، ممكن نقول it's a dead end street. It's a dead end street يعني شارع مسدود ملوش مخرج. لكننا بنستخدمها لما نقول ان كل حاجة مقفلة ومفيش حل، زي في الفيديو ده الممثل كان شكله انه بائس وبيقول ان كل شيء لحد دلوقتي مسدود او مقفول او ملوش حل، وربنا يكفينا شر البيبان المقفلة يا رب. Far everything's a dead end. Far everything's a dead end. Far everything's a dead end. Looks sharp as a tack to me. 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 كلمة tack اللي هو المسمار أو الدبوس اللي شكله كده، وكلمة sharp يعني حاد، ولما بتقول to me بيكون قصدك بالنسبة لي أو ليا. تفتكر هي تقصد تقول له يبدو حادا كالمسمار؟ أكيد لأ، إحنا قلنا ما بنترجمش حرفيا، فالمصطلح هو sharp as a tack. لما بتوصف حد انه sharp as a tack بيكون قصدك ان الشخص ده حاد الذكاء جدا جدا، او داهية بالعربي. ومش شرط الشخص بعينه، ممكن تصف افعال الشخص نفسه انها ذكية جدا. ففي الفيديو ده الولد عمل حاجة ذكية، فهي بتقوله يبدو هذا ذكيا جدا لي، وهي هنا مش بتوصف الولد، هي بتوصف اللي الولد عمله. Looks sharp as a tack to me. Looks sharp as a tack to me. Looks sharp as a tack to me. I'm sharp as a tack. I'm sharp as a tack. I'm sharp as a tack. This kid is sharp as a tack. He's gonna do great things. This kid is sharp as a tack. He's gonna do great things. This kid is sharp as a tack. He's gonna do great things. What's your address? Maybe we could talk this over. What's your address? Maybe we could talk this over. What's your address? Maybe we could talk this over. What's your address? Maybe we could talk this over. What is your address? Maybe we could talk this over. ما هو عنوانك؟ ربما يمكننا التحدث عن هذا. المصطلح هو talk this over، أو إن أنت talk حاجة over. معنى المصطلح ده إنك تناقش مشكلة أو موقف مع شخص ما، غالبا عشان تعرف رأيه أو الحصول على المشورة قبل اتخاذ قرار بشأن المشكلة أو الموقف. يعني بالمصري تتناقش مع شخص عشان توصلوا لحل. فهو هنا بيقوله ما هو عنوانك؟ ربما يمكننا التحدث عن هذا. بين قوسين عنوانك فين؟ يمكن نقدر نخلص الموضوع أو نناقش الأمر عشان نوصل لحل. تعال بقى عشان أشرح لك شوية اختصارات هنا. الممثل ده قال What's your address? Maybe we could talk this over. What's your address? Maybe we could talk this over. What's your address? Maybe we could talk this over. What's your address? What's your address? الجملة دي المفروض تتكتب كده وتتنطق بالشكل ده What is your address؟ لكن هو قال What's your address؟ What's your address؟ شايف الفرق بين النطقين؟ الفكرة إن لما بنختصر في الكلام في أحيان كتير مش بنقول is، لا بنلزقها في الكلمة اللي بعديها زي ما الممثل ده عمل. Now let's go someplace quiet so we can talk this over. Now let's go someplace quiet so we can talk this over. Now let's go someplace quiet so we can talk this over. Now let's go someplace quiet so we can talk this over. كلمة quiet يعني هادئ، فهنا بيقول له الآن دعنا نذهب إلى مكان هادئ.
حتى نتمكن من التحدث عن هذا الأمر، أو عشان نخلص الموضوع أو نوصل لحل. طب أنت وصلت لنهاية الحلقة، أتمنى يكون الدرس عجب حضراتكم. ولو حد عنده اقتراح أو أي سؤال ياريت يسيب لي تحت في الكومنتات، وأنا تحت أمر الجميع. دلوقتي هسيبك مع الواجب اللي هيظهر لك على الشاشة، ياريت تاخد طرف في الموضوع وتحله وتسيب لي الحل تحت في الكومنتات. شكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.